أصعب حاجة لما تقابلك كلمة في سؤال أو في أي حاجة وأنت لسه حافظ الكلمة دي لكن نسيت هي معناها إيه. فتراجعها تاني وبرضه بعد فترة تلاقي نفسك برضه نسيها تاني. وبسبب مشكلة النسيان دي بتبقى حصيلتك من الكلمات قليلة جدا، وده بيخليك تحس إن دايما مستواك في الإنجليزي مش حلو، وده بيقلل من ثقتك في نفسك مع الوقت. وحسب الإحصائيات أكتر مشكلة وأصعب مشكلة بتواجه متعلمي اللغة الإنجليزية على مستوى العالم كله مش بس في مصر هي حفظ الكلمات وتكوين حصيلة كبيرة منها. النهاردة هتتعرف على طريقة عجيبة هتغير حياتك. أنا معاك يا نجم في المصلحة دي، وهتنهي على مشكلة النسيان دي للأبد. يا رب يا رب استرها معايا يا رب، أنا واحد مش فاكر أي حاجة. وانسى بقى حكاية الخوف من الإنجليزي وامتحاناته، وفي آخر الفيديو هنقذك من خطأ شائع بين الطلبة ممكن يدمر مجهود شهور. مين فينا مش عاوز يبقى عنده حصيلة كلمات كبيرة جدا تخليه يفهم أي حاجة يقراها أو يسمعها، ولما يبقى قاعد في الدروس يبقى فخور بنفسه وبمستواه في اللغة الإنجليزية ويبطل يحس بالإحراج والقلق بسبب الإنجليزي. النهاردة مربوطة تتدخل، ومربوطة هي طريقة النهاردة. تعال ناخد مثال على الطريقة، بعد كده نشوف ازاي الطريقة دي هتساعدنا في تغيير حياتنا حرفيا. نفترض مثلا انك لازم تحفظ كلمة deep. تعال نشوف ازاي هتحفظ كلمة deep دلوقتي وللأبد. كلمة deep معناها عميق أو عميقة، يعني مثلا تقول حفرة عميقة أو حفرة غويطة، هو ده معنى كلمة deep. والمفروض أول ما تقرأ أو تسمع كلمة deep تفتكر الديب اللي هو الذئب اللي بيعوي. يبقى مفتاح كلمة ديب هو ديب، الديب. كل اللي عليك تعمله عشان تحفظ الكلمة دي للأبد إنك تبص على الصورة دي، هتلاقي ديب واقع في حفرة عميقة، وبكده نكون ربطنا بين ديب الديب وعميق. والجماعة الخواجات فاهمين طبعا أنا بقول إيه. بذمتك شفت السحر ده قبل كده؟ أديك حفظته وفهمت معنى كلمة ديب بسرعة جدا. ومش بس كده، انت كمان استخدمت الكلمة في جملة، لما قلت حفرة عميقة يعني حفظته وفهمت في نفس الوقت. بقولك سحر يا جدع. انت جبت المعلومات دي منين؟ بس تعالى قبل ما نحفظ كلمات تانية بالطريقة دي أقولك الأول على حاجة بسيطة جدا لازم تاخد بالك منها، وهي كلمة المفتاح. وكلمة المفتاح دي هي الحاجة اللي المفروض تفتكرها أول ما تقراها أو تسمع الكلمة اللي عاوز تحفظها. يعني هنا مثلا مفتاح ديب هو ديب الذئب، وأظن مفيش أسهل من كده. ما احنا لو جبنا حد وسألناه هل ممكن تنسيني إن ديب هيقول لنا هي دي حاجة تتنسي؟ فعشان كده خد بالك كويس جدا من كلمة المفتاح، ولو تعرف تكتبها اكتبها. تعال بقى نجرب الطريقة دي في كلمات تانية ونشوف ازاي هي سحرية فعلا. تعال. كلمة lip معناها شفايف، اللي هي شفايف الإنسان اللي بيبقى لونها أحمر. ولازم أول ما تقرأ أو تسمع كلمة lip تفتكر على طول اللب، زي اللب الأبيض اللي بناكله، ده يبقى مفتاح لب أبيض. وكل اللي عليك تعمله دلوقتي عشان تحفظ الكلمة دي للأبد إنك تبص على الصورة دي، هتلاقي لب أبيض عليه شفايف حمراء، وبكده نكون ربطنا بين لب أبيض وشفايف. كلمة شوك معناها صدمة أو اتصدم أو اندهش. عارف انت لما حد تحصل له صدمة فتلاقيه فاتح بقه وبان على وشه انه مصدوم؟ هو ده معنى شوك. ولازم أول ما تقرأ أو تسمع كلمة شوك تفتكر على طول شوكة، اللي هي الشوكة اللي بناكل بيها، يبقى مفتاح شوكة. وكل اللي عليك تعمله دلوقتي عشان تحفظ الكلمة دي للأبد تبص على الصورة دي، هتلاقي شوكة مصدومة وباين على وشها الصدمة والاندهاش، وبكده نكون ربطنا بين شوكة وصدمة أو مصدوم. كلمة دونيت معناها يتبرع. عارف انت لما حد ينام على السرير عشان يتبرع بدمه لحد تاني؟ هو ده معنى كلمة دونيت. ولازم أول ما تقرأ أو تسمع كلمة دونيت تفتكر على طول الدونت، الحلويات اللي بناكله، يبقى مفتاح دونت حلوى الدونت. وكل اللي عليك تعمله عشان تربط الكلمة دي للأبد إنك تبص على الصورة دي،
هتلاقي دونيت بيتبرع بالدم لحد، وبكده نكون ربطنا بين دونيت يتبرع وبين الدونت الحلو. تعال بقى عشان تتأكد إنك حفظت الكلمات دي للأبد. أنا هقولك الكلمة وهسيبك 5 ثواني وإنت هتقولي هي معناها إيه. deep. أحسنت. عميق. lip. أحسنت. شفايف. shock. أحسنت. صدمة. donate. أحسنت. يتبرع. الله عليك يا بطل، أيوة كده، ثق في نفسك أكتر. طبعا انت ممكن تكون بتسأل دلوقتي أمال فين أحمد الشقيري والدحيح وهما بيستخدموا مربوطة؟ تعال نشوفهم سوا. هنا أحمد الشقيري كان عاوز يحفظ كلمة أبريجو الأسبانية. كلمة أبريجو معناها معطف أو الجاكيت اللي بنلبسه في الشتاء، والمفروض أول ما تشوف أبريج تفتكر على طول أبريق الشاي اللي بنحط فيه الشاي، يبقى مفتاح أبريج هو أبريج الشاي. وكل اللي عليك تعمله عشان تربط الكلمة دي، بص على الصورة دي، هتلاقي أبريج الشاي وقع على الجاكيت بتاعك بهدلهولك. وتعال نشوف الشقيري وهو بيحفظها. أبريجو يعني كوت، يعني معطف، كيف أحفظها دي؟ أبريجو أبريج بيطيح كده بيوسخ الكوت حقك، أبريج يعني كوت. وتعال نشوف الدحيح برضو وهو بيستخدم مربوطة عشان يحفظ بيها كلمة whale. كلمة whale معناها حوت، اللي هو الحوت الضخم اللي في البحر والسمك كله بيخاف منه. والمفروض أول ما تشوف كلمة whale تفتكر على طول الويل، زي ما حد يقولك أنا هوريك الويل، يبقى مفتاح whale ويل، هوريك الويل. وتعال نربط ما بين ويل حوت وهوريك الويل. بص على الصورة دي، هتلاقي حوت ضخم بيقول لسمك صغير لو سمعتكم هوريكم الويل. وتعال نشوف ازاي الدحيح حفظها. عزيز، حاجة مهمة جدا، في معلومات أنا خبيتها عنك. ليه؟ عشان الحيتان ليها ودان، ولو قفشونا يا ويلك ويل. ترجمة حوت. شفت؟ أديك ربطت أكتر من 6 كلمات في ثواني، وخلي بالك أنت ربطتها مش حفظتها. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. لأن في فرق كبير بين الكلمة المربوطة والكلمة المحفوظة، وأهم اختلافين هما إن الكلمة المربوطة ما بتتنسيش، لكن المحفوظة سهل جدا تتنسي. الكلمة المربوطة بتحفظها جاهزة في جملة فبتعرف تستخدمها بعد كده، لكن المحفوظة بتعرف معناها بس، والمفروض إنك أنت اللي تحطها في جملة، وده بيضيع وقتك جامد. عاوزاك تتخيل بقى معايا إن بقى عندك حصيلة كبيرة من الكلمات المربوطة دي، وده خلى كل كلمة في امتحانك القادم معروفة بالنسبة لك، وكمان زود ثقتك في نفسك وبقيت تقعد في الدرس فخور بنفسك وبمستواك، واصحابك بقوا بيغيروا منك وبيحسدوك على مستواك الجديد ده. ولأن الثقة بتجيب ثقة، درجاتك في المواد التانية غير الإنجليزي اتحسنت هي كمان، وقدرت تحقق حلم كان نفسك تحققه. وموضوع القلق والخوف المستمر من الإنجليزي ودرجاته وامتحاناته اختفى للأبد. يا ابن اللعيبه، الواد ده كفاءه يا باشا. مين الواد ده؟ لكن احذر، في خطأ ممكن تعمله يضيع مجهود شهور، هي إنك تحفظ الكلمات وما تستخدمهاش أو تربطها، لأنك ممكن تقعد شهور تحفظ وفي الآخر هتنسى أغلب اللي حفظته، وغير كمان اللي انت فاكره مش هتبقى عارف تستخدمه. يبقى ده حرام عليك، لأنك بتضيع وقتك ومجهودك وفلوسك على الفاضي. طبعا انت هتقولي يعني انت يا مربوطة عاوزاني كل كلمة أقعد أربطها وأعمل فيها كل ده؟ مين قالك كده؟ قولي مين قالك كده؟ ما انت يا مين اللي قتله؟ أمال أنا لازمتي إيه بقى؟ بتشمس. أنا عملت لك كل كلمة ممكن تتخيلها في منهجك أو بره منهجك بالطريقة العالمية دي. يعني أنت كل اللي مطلوب منك إنك بس تتفرج على الكلمة المربوطة فتحفظها وتفهمها بدون أي مجهود. وعشان أسهل الدنيا عليك عملت لك مسارين هتمشي فيهم. المسار الأول كلمات منهجك، وده بتلاقي فيه كل كلمات منهجك من 4 ابتدائي ل3 ثانوي، معمولة بجودة عالمية زي اللي انت شفته كده. المسار التاني كلمات خارج منهجك، ودي بتنقل مستواك أيا كان إيه هو، من الضعيف جدا إلى مستوى التقفيل بحقه حقيقي. وحاليا لو حابب تعرف أكتر عن مربوطة، خش املى استمارة الحجز دلوقتي اللي في وصف الفيديو أو في أول تعليق عشان تحصل على عينة مجانية، أو تواصل معنا على الأرقام دي. وآخر دعوانا اللهم إني أستودعك ما حفظت، اللهم إني أسألك علما نافعا. سلام أيها الشخص الطامح. توحشني يا حبيب قلبي، مع ألف سلامة.